غادي نمشوا لموضوع موضوع مالي. موضوع مالي، امس كنت نشرت عليكم ساعه متاخره البيان الذي صدر امس عن الجيش المالي، والذي تحدث عن وصول الى اقصى الشمال. اقصى الشمال يعني الحدود مع الجزائر، والسيطره على المدن الموجوده على الحدود على الجزائر، لدرجه ان القوات الماليه امس دخلت قوات الماليه امس الى الخليل او الخليل، اللي هي على مقربه كما راكم تشوفوا من برج باجي مختار. هنا لا ديستانس او المسافه بين برج باجي مختار والخليل 10 كيلومتر فقط. لاول مره منذ سنوات تصل القوات الماليه الى هذا المكان او الى هذه المنطقه، طبعا في اطار ما تسميه سلطات باماكو مكافحه الارهاب طبعا، ولبسط سيطره باماكو على كامل التراب الوطني المالي. الامر ما توقفش عن الخليل اللي هي قريبه من برج مختار، بل الى تنزاواتين. وهنا الكثير قال لك لا، تنزاواتين كاين في الجزائر، كاين تنزاواتين الجزائريه كما راكم تشوفوا، كاين تنزاواتين الماليه. يعني القوات الماليه هنا ما دخلتش الى الاراضي الجزائريه، بل وصلت وسيطرت على تنزاواتين. وهنا نحيي لكم الى هذا البيان الصادر الامس عن القوات المسلحه الماليه، وين يتكلم على انه تم السيطره على هذه المناطق في اقصى شمال البلاد، محاربه اللي وين اكتشفوا قاعده يعني سموها بقاعده ارهابيه بتنزاواتين، كما راكم تشوفوا في هذا البلاغ الصادر عن قياده القوات المسلحه الماليه. وهنا الدور كانوا سبق ان بعض يعني جماعه اللي كاينين في كيدال داروا بيان في اكتوبر، وقالوا بان تركيا ساهمت بشكل كبير في تقويه الجيش المالي. وطبعا الجيش المالي في الوقت الحالي يستعمل الطائرات المسيرة بمقدار، وعنده تنسيق مع الفاغنر من أجل السيطرة على كل يعني الشمال مالي. أنا يعني ما ندخلوش في الأمور الداخلية نتاع المالي، هنا راني ننقل لكم خبر ليأكد بأن القوات المالية وصلت إلى أقصى شمال البلاد، ويبقى هذا الشأن مالي اللي نتمناه أن الفرقاء والأشقاء في مالي يتوصلوا إلى تفاهمات باش يحافظوا على وحدتهم الوطنية، وما يكونش هناك إقصاء لمكون على حساب ولا يعني يفافوريزوا مكون على حساب مكون آخر، وأن يكون هناك حوار داخلي بين الأشقاء في مالي، بعيدا عن الكذب نتاع عصابة العسكر وعرابتها طبعا فرنسا، الذين ساهموا في تأخير وصول مالي إلى حل للأزمة السياسية التي دامت لمدة عقود. نرجع للبلاد، وهنا شنقريحة الكل يعلم أن مشى للرياض، وبما وريتكم الصورة وصل في نفس اليوم اللي انعقدت فيه قمة التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب. هو زار المعرض، وهنا صور من مقر أو من حساب وزارة الدفاع للمعرض تاع الصناعات الدفاعية في الرياض، كما راكم غادي تشوفوا في هذه الصور نقلا عن موقع وزارة الدفاع. كما تلاحظون هنا شنقريحة راه يتجول في المعرض كما تلاحظون نتاع الصناعات الدفاعية، نقلا هنا على موقع وزارة الدفاع. لكن أنا بصفتي كملاحظ، الرجل القوي في الجزائر، لأنه هو الحاكم الفعلي، هو اللي يحكم في تبون، مش تبون يحكم فيه، لأنه هو زعيم عصابة العسكر طبعا في الوقت الحالي. الملاحظ أن وكالة الأنباء السعودية لم تتطرق ولو بقصاصة صغيرة لوصوله ولتجوله في المعرض، على عكس المسؤولين اللي جاوا من أنحاء العالم واللي زاروا المعرض وتعرفوا إلى وشاركوا في القمة. طبعا هذه ملاحظة هامة تبين بأن السلطات الرسمية في السعودية لم تكترث بتواجد شنقريحة في العاصمة السعودية الرياض. الأمر الثاني هو أنه لم يتم استقباله من أي شخصية رفيعة في الدولة السعودية. البعض واحد قال لي لا، غادي يستقبله ولي العهد بن سلمان. ما استقبله لا ولي العهد، لا اخوه اللي هو وزير الدفاع، واللي هو ترأس الاجتماع نتاع وزراء الدفاع نتاع التحالف الاسلامي العسكري، ولا اي شخصيه رفيعه يستقبل لحد الان.
ما عرفتش هل سيزيد في الإقامة نتاعو لغدا أم سيرجع، لكن الملاحظ أنه لم يتم استقباله لحد الآن من قبل شخصية رفيعة المستوى في أو من الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية. وإذا رجع دون استقباله من قبل شخصية رفيعة، فهذا يؤكد على أن السعودية ردت على هذا العصابة الحاكمة في الجزائر بتهميش شنقريحة أثناء مقامه بالرياض لزيارة المعرض، وأن هذه الزيارة اللي سموها زيارة رسمية بتكليف من عبد المجيد تبون ما كانتش بدعوة رسمية من السلطات العليا في السعودية، بل هو بغى يجي باش يحضر في هذا المعرض لا أكثر ولا. نمشوا للموضوع نتاع عصابة البوليساريو المجرمة، وهنا منظمات إسبانية تندد بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف. الجمعيات الإسبانية التي قالت بأنه هناك انتهاكات جسيمة تقوم بها الميليشيات البوليساريو في تندوف، لا سيما تجنيد الأطفال، يعني تجنيدهم عسكريا واستغلالهم لأغراض سياسية. كاين منظمتي الحرية حق وبيدرو إغناسيو التاميرانو، هذو جمعيتين إسبانيتين، أكدت في لقاء احتضنته إشبيليا بالأندلس أول أمس السبت أن تجنيد الأطفال الأبرياء في مخيمات تندوف من قبل الميليشيات المسلحة يعني طبعا البوليساريو في مواجهة تقاعس دولي غير مفهوم يجب إدانته والتحقيق بشأنه. هذه المنظمة الغير حكومية اللي هي بيدرو إغناسيو التاميرانو شددت على أن المادتين 38 و39 من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 نوفمبر 1989 واضحة ويجب احترامها من الناحية الأخلاقية والمعنوية، ولهذا السبب تقول المنظمة يجب علينا التصدي للاستغلال اللا إنساني للأطفال في الحروب في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مخيمات تندوف من قبل ميليشيات البوليساريو المسلحة. هذا الكلام تاع هذه المنظمة الإسبانية التي نبهت إلى مأساة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف واستغلال الأطفال المجندين من قبل البوليساريو. ومن هذا المنطق جددت المنظمة الإسبانية تمسكها بفتح تحقيق عاجل من قبل ومعمق من قبل المجتمع الدولي والمجتمع المدني المستقل في هذه الانتهاكات الصارخة لحق أساسي من حقوق الإنسان، واللي طبعا تمس الأطفال الأكثر هشاشة والأكثر احتياجا إلى الحماية. المنظمة الحكومية قالت أنه بناء على ذلك، هذه المنظمة الإسبانية، ينبغي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تأخذ في الاعتبار حالات الأشخاص المعتقلين والمحتجزين لدى ميليشيات البوليساريو المسلحة في تندوف، مطالبة بمحاسبة جلادي البوليساريو أمام العدالة الدولية. ومن جهة أخرى قالت ولا أبرزت منظمة الحرية حق الإسبانية، هذه المنظمة الثانية، أمام جمع من الخبراء والحقوقيين، قالت أننا كمجتمع مدني لا يمكننا أن نسمح باستمرار الممارسات التي تضر بالنمو السوي للأطفال على النحو المنصوص عليه في إعلان حقوق الإنسان، وخاصة عندما يتعلق بالأمر بالعنف غير المقبول ضد حقوق الأطفال الأبرياء ضحايا الانتهاكات المقترفة من قبل البوليساريو. وتابعت المنظمة الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان هذه الحرية حق أنه في مواجهة التقاعس الدولي الغير مفهوم فإن تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يتعين إدانته، وخلصت إلى أنه حان الوقت لتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية في الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأطفال في مخيمات. طبعا الذل والعار مرة أخرى يتم فضح الممارسات القذرة نتاع هذه العصابة الإجرامية المدعومة من قبل عصابة العسكر المجرمة في حق الأطفال نتاع المخيمات. هم مجرمون في حق كل سكان المحتجزين بالمخيمات، لكن الأطفال يعني راهم مرتكبين فظاعات في حقهم، تجنيدهم واستغلالهم لأغراض سياسية، بل أكثر من ذلك لبسهم ديتوني ميليتير قدام المبعوث الشخصي
ستيفان دي ميستورا اللي كان زار المخيمات في المده الاخيره، وهذا ياكد على ان هذه العصابه المتحكمه في رقاب المحتجزين بمخيمات تندوف ترتكب الجرائم امام العالم في ظل تقاعس دولي تجاه، يعني هذول لازم يعاقبوهم ويحاسبوهم على الجرائم المرتكبه، وما يحاسبوش فقط عصابه البوليساريو، بل يجب محاسبه العصابه الكبيره اللي في الجزائر التي فوضت الولايه القضائيه او الولايه القانونيه لهذه العصابه باش تمارس امور يعني منافيه للاعراف والمواثيق الدوليه وانتهاكات خطيره لحقوق الانسان. ونحيي هذه المنظمات الاسبانيه على فضحهم ولفضحهم لهذه الممارسات ضد هذه الاطفال، في حين الاطفال في الاقاليم الجنوبيه للمملكه ينعمون في رخاء وفي ظروف تعليم جيده وفي كل ما هو يعني يبين على ان هناك حقوق للطفل في مدن واقاليم الصحراء المغربيه. وما غاديش نغادروا البوليساريو وهنا منشقين على الحركه، منشقين عفوا على حركه البوليساريو، طالبوا برحيل المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا بعد سقطه جنوب افريقيا، ولا بعد الزياره اللي قام بها الى جنوب افريقيا، ومن بينهم السيد محجوب السالك اللي هو المنسق العام لحركه خط الشهيد، قال بان زياره دي ميستورا الى جنوب افريقيا هي بدايه نهايه وظيفه المبعوث الاممي الى الصحراء. وكان صرح لهيسبريس قوله بأنه لقاؤنا مع ديمستورا في موريتانيا عرف تقديم توضيحات له بخصوص حقيقة النزاع، وأن الطرف الآخر في الملف ليس البوليساريو والجزائر فقط، بل أيضا خط الشهيد وشباب التغيير وشباب 5 مارس الذين لهم وجهات نظر أخرى بعد معاناة كبيرة من استمرار الوضع. الكلام هذا اللي عبر عليه المحجوب السالك اللي تزعم حركة خط الشهيد ما هوش الوحيد اللي عبر عليه، بل هناك أيضا حتى حركات أخرى. يعني كان سبق أنني قريت أن صحراويون من أجل السلام أيضا ما عبروا على رفضهم للخطوة التي قام بها ستيفان دي ميستورا، وهذا يأكد على أن ما قام به ستيفان دي ميستورا يقوض الآن العمل نتاعو في إطار البحث عن حل سياسي أو إنهاء هذا الصراع الذي تدكيه عصابة العسكر. نمشوا للموضوع الاقتصادي، وهنا نرجع للموضوع المشروع الضخم، مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. هنا الرئيس نتاع نيجيريا أعلن أو يعلن عن حماسه والتزامه الشخصي بخط الغاز يعني بإنجاز خط الغاز مع المغرب. ووزير الموارد البترولية صرح بأنه يعني فور الانتهاء من أشغاله سيبدأ أو قد يبدأ في التزويد أو الاستعمال انتهاء الأنبوب. أكدت الحكومة النيجيرية هنا أن رئيس البلاد تينوبو أكد بأنه ملتزم شخصيا بإنجاز خط هذا الأنابيب. يعني الحكاية نتاعها ماهوش مشروع اللي غادي يتجسد، ما كانش منها هنا التزام تاع رئيس دولة بأنه سيتم الإنجاز نتاع الخط. وكان أورد في بيان للمتحدث باسم وزير الدولة للموارد البترولية، قال بأنه أخبر وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة المغربية ليلى بن علي أن رئيس البلاد متحمس وملتزم بإنجاح هذا المشروع. ويعني وفق البيان الذي تلا زيارة الوزير نتاع الإمدادات طبعا إلى الرباط، أن نيجيريا تتوفر حاليا على 209 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة، بالإضافة إلى وجود كميات محتملة أخرى قد توفر احتياطيات إضافية بقيمة 600 تريليون قدم مكعبة. هذا المشروع الذي طبعا ستستفيد منه كل الدول المطلة على المحيط الأطلسي في غرب إفريقيا، وهو مشروع القرن الذي سيغير من وجه اقتصاديات دول غرب إفريقيا. آخر نقطة في هذا البث المباشر غادي نشارك معكم يعني حول
خبر رياضي باش تكونوا على علم حول المستجدات التي طرأت على كأس العالم التي سيتم تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، حيث هنا كما تشوفون نقلا عن هاسبريس سيتم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخب، وأن هناك ارتفاع إجمالي المباريات من 72 إلى 104، يعني عدد كبير من المباريات. طبعا البطولة ستقام في 3 بلدان مختلفة مثل ما سيكون في 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال، وستشارك 16 مدينة في استضافة البطولة. الجديد في نظام المسابقة أن البطولة كأس العالم في 2026 ستتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات. سيتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، وسيتأهل أفضل 8 منتخبات حازت المركز الثالث. وانطلاق الأدوار الإقصائية ستكون بمشاركة 32 منتخب. وتوزيع المقاعد ابتداء من 2026 ستحظى أوروبا ب 16 مقعد، فيما إفريقيا ب9 مقاعد، وآسيا ب8 مقاعد، فيما أمريكا الشمالية والوسطى 6 مقاعد، أمريكا الجنوبية 6 مقاعد، وأقيانوسيا بمقعد، في حين تحديد مقعدين عبر ملحق عالمي يضم 6 منتخبات، وبالتالي سيكون المجموع 48 منتخب. هذه آخر نقطة في البث المباشر لسهرة الليلة. ألقاكم في حفظ الله ورعايته، ليلتكم سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى